السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل بيتزا حلوة جدا سهلة وبسيطة. النهاردة كمان هعملها ببواقي الأكل الموجود عندنا في البيت، مش هتبقى مكلفة خالص. هنا أنا عاملة كيلو من الدقيق، حطلهم معلقة كبيرة من الخميرة، معاهم معلقتين من اللبن البودر، لو متاح ممكن نحط شوية من اللبن العادي أو بالمية عادي جدا، وبعدين معلقة كبيرة من السكر، وهحط معاها رشة من الملح، وهنفحر لها كده شوية، نعمل لها عمق كده، وهحط لها كمان حوالي فنجان صغير من الزيت. اي زيت بقى عندنا متاح، ممكن زيت زيتون، ذرة، زيت عادي بس يكون ريحته كويسه. وهنحط الميه حسب العجين، سهله وبسيطه جدا. انا حطيت الزيت، احط بقى الخميره مع السكر مع اللبن البودر، وبعدين هينزل عليها بالميه. البيتزا بتبقى من المعجنات الحلوه السهله كمان بسيطه جدا. وهعملها بقى كده وافضل اشتغل فيها لغايه ما احس ان خلاص الميه هي مش محتاجه مني ميه، بس احط حبه وهلم الاول العجينه، وبعدين هي البيتزا كل ما بنعجنها كويس بتدينا نتيجة كويسة. بصوا بقى، هي خدت حوالي كوبايتين من المية. طبعا كل نوع من انواع الدقيق بياخد، في نوع بياخد مية كتير، فانتوا حسب ما تحسوا بقى ملمس العجينة في ايديكم عامل ازاي. انا هلمها دلوقتي وبعدين هاخدها بقى على الرخامة، وهنقعد نلم فيها كده ونعجن فيها حلو علشان تدينا نتيجة حلوة لما تيجي تختمر ان شاء الله. بصوا بقى، انا هنقلها دلوقتي عشان كمان طبعا البولة اللي احنا شغالين فيها مش كبيرة قوي، فعشان اعرف اتحكم فيها فانا نقلتها كده. بس بصوا هي العجينه طالعه حلوه ازاي. وهنبدا بقى ايه على طول كده نجمع بس دقيق كده ندخله في العجينه، هنبدا بقى ايه نلت فيها زي المعتاد لما بنيجي نعمل اي مخبوزات اهي. بصوا بقى هنبدا ايه نعجن فيها حلو، يعني ممكن تاخد معانا 5 دقايق عجن. لو في طبعا عجان ممكن نعمل بيه، هيسهل لكم شويه، بس هي مش مستاهله، ده كيلو كده من الدقيق يعني مش مستاهله ان احنا نحطها في العجان كده وبعدين ندخلها ببعضها تاني. بصوا هي كمان طلعت من الرخامه ازاي كده، خلاص هي بقت جاهزه. هنسيبها طبعا تريح، احطها في البوله تاني وهسيبها تريح لغايه حجمها ما يتضاعف، وعلى طول بقى نبدا ايه نحط الحشوه فيها. بصوا بقى العجينه بتاعتنا ارتفعت وبقت حلوه ازاي. هننزل بقى الهواء اللي هي خدته، بس هننزله لها ايه بالراحه عشان مش عايزاها تهبط. هنحط ايدينا كده شويه بسيطه من الدقيق، وهننزله بقى ايه بالراحه، نلمها كلها كده ايه على بعض. طبعا انا هعملها وحدات، يعني ممكن دي تاخد 3 وحدات من البيتزا لو انتوا بتحبوها بقى زي البيتزا الامريكاني كده اللي هي بتبقى شويه سميكه ممكن، لكن احنا هنعملها شويه تكون رقيقه. نعملها كده زي الرول، ممكن نرشلها بس رشه بسيطه، بس هي مش هتلزق ولا حاجه، رشه بسيطه خالص على الرخام كده اهي. وهناخدها بقى ايه نعمل 3 وحدات، نعملها 4 حسب ما انتوا حابين الحجم بتاعها. هنقسمها بقى طبعا برضو حسب الصينيه بتاعتنا الحجم بتاعها بيبقى قد ايه اهي. طبعا بنسيبها ايه تريح شويه. دخل كده العجينه ببعضها حلو، وهرش برضو رشه بسيطه كده واحطها. لو انتوا بقى عندكم الصواني اللي هي الصغيره خالص بتاعه البيتزا اللي هي بتبقى بتاخد وحدات بسيطه، بنقلل كمان الكوره بتاعتنا عن كده. رشه بسيطه وهنحطها، وهعمل كمان واحده يبقى عملنا ايه 4 وحدات. حطينا بقى نقطه بسيطه خالص من الزيت، معلقه صغيره خالص، وبعدين بندهن الصينيه برضو ربما تلزق في الصينيه، فهي كده علشان برضو نضمن ان هي ما تلزقش فيه. معلقه صغيره خالص كده من الزيت، هندهنها بقى كده. هرش بقى رشه بسيطه كده خالص من الدقيق، رشه بسيطه خالص كده. وهجيب بقى النشابه بتاعتنا، لو حابين برضو تريح، وهي برضو المفروض تريح شويه، بس هي عشان خمرانه حلو زي ما انتم شايفين اهي بتفرد معانا بسهوله.
هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا وهنبدا بقى ايه نحطها، وهنشوف بقى الحجم بتاعها، وهنحاول بقى ايه نفردها برده كده بايدينا، بس هي بصوا على قد الصينيه بالظبط. ونحاول نعمل لها كده ايه حواف كده في الجناب علشان تاخد الخلطه بتاعتنا، وما تجيش تحت الاطراف بتاعه الصينيه وتلزق برده العجينه اهي. هي العجينه علشان ناجحه خدمناها حلو وعجناها كويس، سيبناها تريح كويس. بصوا لما العجينه تكون مش مرتاحه كويس هتلم على بعضها تاني وهتضايقنا وتتعبنا في فردها، فهي كده بصراحه بس زي ما انتم شايفين ما تعبناش خالص، فردناها طلعت معانا بسهوله. هنجيب بقى الشوكه وهنبدا نعمل فيها نغزات بسيطه كده علشان مش عايزينها ترتفع قوي. بصوا بقى انا قلت لكم هنعملها بواقي الحاجات اللي عندنا في التلاجة. انا كان عندي كيس فيه كام واحده من السجق عملتهم، وبعدين برضو عندي شويه من صدور الفراخ قطعتها وعملتها، بس الصينيه دي هحشيها بالسجق والحاجات بقى اللي احنا بنحبها. انا بحب البصل الحلقات زي ما انتم شايفين بيدي طعم مكرمل وحلو جدا في البيتزا. في ناس ما بتحبوش بلاش نحطه. فلفل ده وفلفل رومي، فلفل حامي، فلفل حامي احمر واخضر، زيتون لو حابين زيتون اسود برضو، ودي شرايح من الطماطم. كل واحد حسب الحاجه بصراحه اللي بيحبها. هي البيتزا ميزتها ان هي كل حاجه ممكن تتحط فيها، خضار سي فود اي حاجه. وصلصه البيتزا بقى العاديه جدا، معجون طماطم على كام طماطميه بشرتها مع حته صغيره خالص من الثوم، وبنعملها على النار وزيت زيتون لو حابين، بتبقى حلوه جدا. وهنحط لها برضو رشه من الزعتر عشان بيبقى حلو جدا برضو مع البيتزا. فكل ده على بعضه وعلى النار لغايه ما زي ما انتم شايفين لفت وبقت حلوه جدا. هنحط بقى في الارضيه كده معلقتين كده من الصلصه، وهنبدا بقى ايه هنحط بقى كده السجق كده، ونحاول برضو نوزعه. لو حابينها بقى سبايسي بتكتروا كده الفلفل، وممكن تعملوها كمان في واحده يعني. لو في كده اطفال ممكن ناخد واحده او واحدتين لو احنا عاملين يعني كميه من البيتزا، ونخليها عشان بيدي طعم حلو، والباقي نخليه عادي. وهنحط كمان شرايح من الطماطم كده، ممكن تحطوها برضو بشكل عشوائي بتدي منظر حلو برضو، يعني مش شرط نحط الحاجه. نحط البصل، حلقات البصل لو انتوا مش حابينه ما تحطوهوش، بس جربوه بصراحه بيدي طعم حلو جدا. وبرضو الفلفل كده نحاول برضو نوزعه كده. الزيتون، وهنحط لها بقى ايه شويه كده من الفلفل الحامي. ممكن برضو الهالبينو بيبقى حلو جدا، بس احنا الفلفل ده حامي فخلاص حطينا حبه احمر وحبه اخضر. انا هحطها في الفرن شويه لغايه بس ما تتماسك، وبعدين الموتزاريلا بقى نفضل نحطها بعد ما تطلع الصينيه، يعني نحطها حوالي 10 دقايق كده ونطلعها ونروح حاطين الموتزاريلا علشان عايزينها تسيح ما تبقاش فيها زي الحبيبات. ودي خلطه بتبقى حلوه جدا، ممكن نحط كده منها رشه بسيطه عباره عن بيضايه مع رشه بسيطه جدا من الدقيق ولبن بودر، وبنقلبها زي ما انتم شايفين، وبرش منها واحده يعني رشات بسيطه كده بتدي طعم كريمي جدا للبيتزا. جربوها تعجبكم ان شاء الله. طبعا احنا بنسيبها تريح شويه، وبعدين البيتزا برضو بتاخد نار عاليه ما بتاخدش نار قليله، يعني نار على 250 درجه كل واحد على حسب الفرن بتاعه. هحطها وان شاء الله هنكملها لما تطلع، هنحط مع بعض الموتزاريلا هتبقى حلوه جدا ان شاء الله. بصوا بقى انا فردت التانية دي هنحشيها بالفراخ، برضو هنغزها كده عشان ما ترتفعش قوي معانا. الخليط اللي احنا كنا عاملينه بفكر احط، يعني انا بجربه معاكم، احط شويه في الارضيه قبل ما احط الصلصه، حاجه بسيطه خالص كده. وهنبدا ايه ندينا طبقه كده سميكه شويه. هنحط الصلصه بقى، هنوزعها برضو.
هنحط بقى الفراخ بتاعتنا، حابين عصاق حابين سي فود بتبقى حلوه جدا. انا طبعا مقطعاه مكعبات ومدياله كده تعصيجه، بنشوحه الاول وبعدين بحط له البصل عادي جدا، وممكن كمان نحط كام واحده من الصدور ونسويها زي ما هي ونقطعها مكعبات، بتبقى حلوه برضو سهله جدا. طبعا كل واحد فينا على حسب الحاجه اللي بيحبها، انتوا بقى هسيب لكم بقى التوزيع بتاع الحاجه اللي بنحطها على الوش براحتكم، كل واحد هيتفنن في الحاجه اللي بيحبها. بصوا بقى البيتزا بتاعتنا طالعه لسه من الفرن جميله ازاي بقى. لو انتوا حابين بقى ناكلها زي بره ونحط لها بقى صوص الرانش بتبقى حلوه جدا برضه، هنحط كده حسب ما انتوا حابين. ممكن برضو لو حابين الطعم ده كده. بصوا بقى حلوه ازاي، منتهى الجمال. جربوها. بصوا العجينه، العجينه حلوه جدا هشه وفي نفس الوقت بصوا مش تخينه، ان شاء الله تعجبكم باذن الله. احنا عملنا في البيت بيتزا في منتهى الجمال، حلوه وسهله وبسيطه، وكل حاجه في البيت ممكن تحطوها في البيتزا حطوها، ما تتقيدوش بالامكانيات. ارجو ان هي تعجبكم، اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.